يا مساء الفل والورد والياسمين على عيالكم الحلوين. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد ويوم جديد، يلا نشوف فيديو النهارده. اولا كده عايزه اقول لكم النهارده ايه. النهارده الخميس يعني اجازه، يعني احنا إيه اخر يوم في الاسبوع، يعني انتوا عارفين اللي هو صباح بقى بكره الجمعه، يعني اجازه برضو، واحنا لسه مستمرين في الاجازه بتاعتنا. فهتلاقونا بقى طول الاجازه بنخرج، فاهمين؟ احنا هنا بقى لسه خارجين. طلعنا من البيت، رحنا قعدنا فين؟ على الكورنيش. هي فسحتنا اغلبها دلوقتي، لان بما اننا الكورنيش قريب مننا ففسحتنا على الكورنيش. القعدة هناك ترد الروح وجميلة، وبصوا تحفة. هنا بقى خدت العجلة المعتز، خدنا الفرشة بتاعتنا الجميلة، وديت المكان اللي انا قاعدة فيه ده او بصور لكم منه. ده اللي هو الدكك اللي بيعملوها على الرصيفة بتاعة الكورنيش دي، بس ليها ضليلة كده اسمها برجيلة تقريبا او حاجة مش عارفة. بس ودي كانت كراسي كده عاملينها الكافيهات اللي على السكة بره. فانا بقعد بقى ايه، احنا بنيجي نقعد هنا. النهارده بقى ماما اللي كانت عازمانا، احنا كنا بنروح كل خميس نقعد بقى ايه مع بعض، نتجمع بقى كده. النهارده بقى جت ماما وخالتي وبنت خالتي وولادها وولادي كده يعني. بس ماما بقى قالت خلاص انا هنيجي علشان عارفه ان الولاد بيحبوا الكشري المصري، فهعمل لكم الكشري والاكل عليا النهارده. هعمل لكم الاكل وهاجي، محدش يعمل حاجه. فكنا الخميس اللي فات برضو هناك، كنت انا واخده اكل معايا. قالت لي لا الخميس ده ما تجيبش اكل، انا اللي هجيب. قلت لها خلاص يا ستي مفيش مشكله. جت ماما بقى ايه عملت لنا الكشري بتاع ماما، حاجه تانية، حاجه تانية اقسم بالله. عايزه اقول لكم ان دي مش شنطة، شنطة رحلات، ده محل كشري بس متنقل زي اللي هو بتاع الدليفري بالظبط. انتوا فاهمين؟ يعني ماما لو عملت عربية كشري صغننة كده وقعدت في المكان ده كل يوم، كده يعني كده كده تكسب دهب والله العظيم. المهم بقى يا جماعة ايه، ماما بقى كانت عاملة كشري. ماما طبعا انتوا عارفين اكلها تحفة تحفة فوق التحفة. بس عملت بقى كشري وجابت عشان الولاد واطباق ومعالق. فاهمين؟ الشنطة دي اصلا بتاعتي، الشنطة دي حراري لسه شاريها جديدة، عشان خاطر قلت برضو ايه تنفع يعني نروحوا مصيف، نروحوا رحلة، نروح النادي وناخد معانا اكل من البيت. فاهمين؟ بتحفظ الاكل وفي نفس الوقت خفيفة جدا جدا جدا. تحط فيها حاجات كتير ما تحسيش ان انت شايلة حاجة. ما شاء الله ما شاء الله تحفة يعني. بس كنت جايباها من دارك ستور. بصراحة كانت جميلة والله ورخيصة مش غالية يعني. بس فماما بقى جايبه لنا اطباق، وخالتي بقى كانت اول مره تيجي معانا فعجبها الموضوع، كل شويه تتصل تقول بقى ايه مش هنروحوا تاني ولا ايه؟ عجبها الموضوع. الولاد بقى اللي ما بيركبش مثلا، طبعا عندي العيال ما مش بينزلوا شارع يعني ولا حاجه، فبالتالي العجل مركون مش بيستخدموه. فانا بقيت ايه اقول لا انا اخدهم واخرج بيهم اقعد بيهم في مكان يعني يطلعوا الطاقه اللي جواهم وفي نفس الوقت يستخدموا العجله يعني. بس فكنا عاملين يوم كده، ان احنا نطلع بقى ونخرج ونتفسح وكده. ماما بقى كانت عامله لنا كشري. طبعا ولاد بنت خالتي مش بياكلوا، تعتبر اختي مش بنت خالتي يعني، فمش بياكلوا الحراق، فماما كانت عامله لهم لوحدهم اكل واحنا لوحدنا. هنا بقى كنا اكلنا وظبطنا وقعدنا بقى قلت لها بصي احنا هنفضل قاعدين، هنمشي امتى؟ قلت لها احنا مش هنمشي إلا لما الولاد يتخانقوا مع بعض، نمشي ساعتها بقى نتخانق احنا كمان مع بعض، انت تاخدي يا ستي ولادك وانا اخد ولادي ونمشي ونروحوا بكرامتنا. انما احنا ان الولاد يتخانقوا اليوم ده مش عايزين يتخانقوا، طب نعمل ايه؟ قعدت انا بقى ايه اسخن الولاد على بعض لحد ما ضربوا بعض كلهم وشبكوا مع بعض كده، ورحنا واخدين بعضنا وماشيين. انا خط يعني انا بيني يعني الطريق ده شارع طويل بس لحد بيتي، تمام. انما هم طبعا كل واحد بقى بيجي من منطقته، فانا اقرب واحده ليهم يعني باخد توك توك بس بسيط كده وبروح على طول بجري. انما هما بقى بيوقفوا تاكسي، كل واحد ياخد تاكسي ويروح على بيته. بس كنا بنقعد بقى الصراحة ننبسط شوية ونقعد نتريق على بعض شوية ونرازي في بعض شوية. ودي بنت اختي برضو قاعدة بصوا، بقول لمامتها انت كلتي 4 اطباق كشري، جت تقولي طب ما انت يا خالته كلتي حلة الكشري كلها. عايزة اقول لكم رحت عاملة فيها ايه، عملت فيها تخيلوا كده عملت فيها ايه، جبتها من شعرها. ازاي تستجري تقول لخالتها ان هي كلت حلة كشري؟ هو 3 4 معالق كشري حسبتهم حلة كشري، وامها اللي كلت 4 اطباق ما حسبتهاش. لا يا جماعة احنا بنهزر على فكرة، ففيديو ترفيهي تمام، وفيديو طبعا انتوا عارفين ان انا بشاركه كل حاجة معايا. ففيديو خفيف ظريف لطيف كده يوم الخميس، وخروجات الصيف الجميلة الحلوة دي. ودي بيلا برضو معانا